بدون زبدة وبدون سمنة، وفي 5 دقايق بس هتحضريه. شايفين القمر اللي بيتكلم بجد؟ حاجة كده بتدوب في البق، وممكن أولادك كمان من سهولته يدخلوا يعملوا لي وحدهم. لايك وشير كتير للفيديو، لأن وصفتك مع أسماء هتقدم لك وصفة النهاردة في 5 دقايق بس. وفي اللانش بوكس بقى لينا كده وقت العصر مع كوباية النسكافيه القمر، حاجة بسيطة جدا. معايا كوباية من السكر البودر وكوباية من الزيت النباتي، بس لازم انبه عليكي ما تحطيش زيت تموين ابدا عشان اولادك هيعرفوه. بعد كده هنقلب السكر مع الزيت كويس قوي، ولما هنمكسهم كده مع بعض هننزل عليهم ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، ومعلقتين كبار من اللبن الحليب، ويكون برضو بدرجة حرارة المطبخ. قلبي بقى كل الكلام الجميل ده مع بعض. وعايزه اقولك حاجه، ده كل ده بالمضرب اليدوي او بشوكه عادي خالص. هتنزلي عليهم بكوبايتين دقيق من المج اللي موجود في اي بيت بتاع الشاي، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. هنقلب بمعلقه تقليب بس لحد ما كل المواد تختلط اللي معانا. انا مش عايزه عجن بايدك علشان ما ينشفش. هتكون معانا بالشكل ده، ونختبرها مقاديرها مظبوطة ومش هتشقق معاكي ابدا. بعد كده بقى هتجيبي كيس تلاجة 2 كده، وتجيبي قطعة من البسكوت بينهم وتفرديهم بالنشابة بالشكل الجميل ده. بعد لما فردناها كده هتجيبي اي قطعات عندك بتستخدميها، ممكن غطا ازازة، غطا برطمان، براحتك خالص. انا النهاردة في طقم القطعات ده هستخدم اصغر قطعة علشان تكون على قد ايد اولادنا كده لما بنحطها لهم في اللانش بوكس. بعد كده بقى بنعمل التشكيل في البسكوت بالشكل ده. ممكن على كده زي ما انتوا شايفين كده ان انتوا تجيبوا الشوكة وتعملوا فيها ثقوب، هتكون احلى بسكوت شاي بين ايديكم. تمام كده. بعد كده طبعا انا هعمل شكلين النهاردة، هقسم نص العجينة للشكل ده والنص التاني الشكل اللي هنشوفه دلوقتي. بعد لما هخلص كل القطع دي طبعا هكمل باقي النص اللي هستخدمه للشكل ده، وهفرد بقى في صواني بدون ما ندهنها اي حاجة. تعالوا بقى نعمل الشكل التاني البابلز، وده الشكل القمر حبيب الملايين بجد. هتعملي كور صغيرة بالشكل ده بس يكونوا قد بعض، وتحطيهم جنب بعض كده. شايفين شكل جميل؟ واولادك هتحبه جدا جدا. انا حرفيا ابني محبش الا الشكل ده. هتعملي كور صغيرة خالص بالشكل ده وتحطيهم جنب بعض. هتسخني الفرن على درجة حرارة 200، هياخدوا منك 10 دقايق بالظبط. من تحت مش بتفتحي الشواية ولا اي حاجة، هو بي يعني هو اللي بياخد اللون ده لوحده. زي ما قلت لكم لو جبتوا شوكة وعملتوا فيها ثقوب هتكون احلى بسكوت شاي من ايديكم. بس انا النهاردة طبعا حبيت ان انا ازينها علشان اولادنا. معايا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني، هنحطهم كده في بولة وندخلهم الميكروويف 30 ثانية. بعد كده هنحط عليهم معلقة من الزيت هنا ومعلقة من الزيت هنا، وهتقلبي وتكون الشوكولاتة ساحت بالشكل ده. لو ما فيش ميكروويف طبعا هتعملي حمام ميه، هتحطهم في بوله وتحتهم حله كده فيها ميه سخنه، وهتقلبيهم هيدوبوا معاكي على طول. تعالوا بقى يلا نزين. هننزل بالبسكوتات بتاعتنا في الشوكولاتة البني بالشكل ده او الشوكولاتة البيضة، وتدخليها التلاجة 10 دقايق. بعد كده هتطلعيها من التلاجة، هتعملي عليها بقى شكل باللون التاني. يعني مثلا الشوكولاتة البني هتعملي عليها شكل باللون الابيض، الشوكولاتة البيضة هتعملي عليها شكل باللون البني، وهكذا زي ما انتوا شايفين التزيين الجميل ده. وبرضو تحطوها التلاجة 10 دقايق، وبعد لما هتطلع هتكون بالشكل القمر ده. حطيها بقى في علبة بونبوني كده او علبة محكمة الغلق، وتسيبيها في التلاجة من يوم لاسبوع. ده لو قعدت اصلا هي بتخلص في نفس اليوم. وبكده يكون الشكل النهائي للبسكوت بتاعنا. تعالوا بقى كده نشوفه من جوه.
بصراحة حاجة كده بتدوب في البق وحاجة فوق التحفة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، وانتظرونا في وصفات جاية كتير. باي باي.